لا، هل تملك الأسلحة اللازمة لمواجهة المغرب؟ وهل تعتبر خسارتكم أمام المغرب في تصفيات كأس العالم حافزا إضافيا يعني من أجل الثأر؟ لا والله، انا في رايي الخاص انهزمت بالنتيجه، ولكن تعرف قوه الاتحاديه تاع واسمه تاع المنافس تاعنا، راهم قوه الان في افريقيا، قوه ضاربه يعني في كره القدم. فهمت؟ والانسان كل واحد وقته. احنا حبينا نلعبوا مثلا على الساعه 2 زوالا، نلعبونا هما على 10 تاع الليل ولا 8 تاع الليل. هما الان هم اللي هم يعني كما يقولوا راهم يسيروا في الامور تاع الكره تاع افريقيا. واش حاب نقول لك، انا نتبعوا، احنا من المتتبعين الان. هم الان يفرضوا نفوسهم. فهمت؟ هذه هي الامر، ما عندك ما ديروا. الحاكم ايضا يفرضوا هما، يختاروا هما، لهذا راح تلعب يعني ضد منتخب كبير، وتلعب ضد امور اخرى الخفيه. فهمت لي؟ لفوز المنتخب المغربي اللي يعني ادى مباراه جيده، نتقبلوا هذه الهزيمه، لان لعبنا ضد منتخب عالمي، منتخب له نوعيه لاعبين من طراز عالي. وحنا ان شاء الله نصحوا الاخطاء تاعنا ونحاولوا باش نكونوا يعني وراء هذه المنتخبات القويه. لما نتكلموا عن نوعيه لاعبين، الانسان يكون واقعي، تلعب ضد منتخب عالمي، يعني نصف نهائي كاس العالم، مش منتخب اي منتخب. هذا منتخب المغرب اللي ظهر وشرف الكره العربيه والافريقيه في